هذا يقول: قد انتشر في الآونة الأخيرة قنوات السحر والشعوذة، فما حكم مشاهدتها وبقصد التسلية؟ وهل من نصيحة لمن ابتلي بمشاهدة هذه القنوات؟ مشاهدة هذه القنوات حرام، والنظر إليها إثم وباب شر على الإنسان، ومن ينظر إلى هذه القنوات مخاطر بدينه. وكم من إنسان أصيب في دينه بمقتل بسبب أمثال هذه المخاطرات. وقد قال السلف قديما: إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، خاطر بمالك بتجارتك، أما الدين لا تخاطر به. وكثير من الناس لا يبالي بدينه، يخاطر به مخاطرة عجيبة، تجده يفتح القنوات الفضائية لا يغلق منها قناة، ينظر إليها إلى كل قناة أيا كانت، ويدخل في المواقع التي في الإنترنت ولا يبالي في أي موقع من هذه المواقع. فهذه مخاطرة بالدين. وكثير من الشباب دخل في هذه القنوات أو في تلك المواقع مع قلة علم وقلة فهم، فدخلت عليه شبهات لم تؤثر في أخلاقه فقط، بل أثرت حتى في عقيدته، ودخلت على بعض الشباب عقائد فاسدة ومذاهب منحرفة وشبهات من النصارى، من اليهود، من أصحاب العقائد المنحرفة، كل ذلك بسبب المخاطرة بالدين. قارن حال هؤلاء بحال السلف. عبد الله بن المبارك دخل عليه رجل من أهل الأهواء وقال: أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: أخرجوه عني. قال: أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: أخرجوه عني. فلما خرج قالوا: إنما أراد أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. قال رحمه الله: خشيت أن يطرح علي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت. وعبد الله المبارك إمام من كبار أئمة التابعين، يقول: خشيت أن يطرح علي شبهة تجلجل، يعني تتردد في صدري إلى أن أموت. كم من الشبهة الآن تتردد في نفوس الشباب بسبب النظر إلى القنوات أو بسبب النظر في المواقع. شبهات كثيرة، بل أصبحت ترى في بعض في بعض الأسئلة التي تطرح على أهل العلم كلها شبهات. يجي يقول: أنا يا شيخ أنا محتار بين كذا وكذا، وأنا حيرني الأمر الفلاني، أو عندي شبهات، أو تجد بعضهم يحمل في نفسه أحاديث كثيرة ضعيفة ملأ فكره بها وشغل ذهنه بها، والعلم النافع المؤصل لا يعرف عنه شيء وليس عنده منه خبر. وهذا كله بسبب المخاطرة بالدين. فالشاهد أن هذه القنوات لا يجوز النظر إليها، ومن ينظر إليها فهو آثم وهو مخاطر بدينه، ولا يجوز النظر إليها ولا حتى من باب التسلية أو تمضية الوقت، فإن هذا من تضييع الدين والوقوع فيما يسخط رب العالمين. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والحفظ والعون والسداد، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.